عارفة وانا بقول لكم كده، ولكن اللي حصل، عارفين انا مين بحترم من اليوتيوبرز؟ اي حبيب، اللي هي الشيف اللي بتعمل اكل وحاجات زي كده. لما قالت ان هي هتغيب عن اليوتيوب، فعلا غابت عن اليوتيوب وما رجعتش غير بعد فترة طويلة. انا جدا بحترم الناس اللي بتكتب عناوين صح، ومش من الناس اللي بتكتب عناوين كده. واللي حصل معايا خارج عن نطاق الخدمة. طيب، اللي حصل معايا ان انا لما نزلت اخر فيديو ليا، انا كنت مقتنعة تماما 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 ان ده اخر فيديو ليا، وجايلكوا في نفس المكان اللي انا كنت قاعدة فيه، بس ما لبستش الجلابية اللي انا كنت جايباها من السعودية. طيب، اللي حصل انه انا كنت فعلا ناوية ان انا ده اخر فيديو ليا. ما كانش الموضوع بناء على رغبة او غضب او حاجات زي ما انتوا حكيتوا. الفكرة كلها انه انتوا في الكومنتات بهدلتولي الدنيا في عقلي، انتوا اللي خليتوني ارجع عن قراري. فاللي حصل انه ناس كتيرة تفهمتني، وانا جدا 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 بشكر الناس اللي زي دي. يعني انا مبسوطة بكون في ناس بتفهم وبتقدر وتفهمتني كويس اوي 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 اوي. ثواني بس عشان هما دلوقتي صحيوا من النوم. بحب اشرب، يلا. في حاجات بحس لو قلتها كون سخيفة وملهاش اي لازمة، زي ايدي كده، مش بحب شكل ايدي خالص للاسف الشديد، بحسها مبطبطة. في البنات بقى شكل ايدهم رفضوها. يلا يا جماعة بقى، عيب راهو انه في بني ادمة بتصور جوه. شوفوا كده رفيعة، شوفوا ايه ده. استغفر الله العظيم، الحمد لله على النعمة، بس الحمد لله عندي 5 صوابع بس صغنطوطة، نفسي اكون مطولة اكتر من كده. الكومنتات دي هي اللي خلتني اتراجع عن قراري. شوفوا، انا مهما احلف لكم واقول لكم واعبر لكم عن مشاعري اللي انا شفتها في الكلام اللي انتوا كتبتوه تحت اخر فيديو ليا، مش هقدر اوصف لكم مشاعري. انا فخورة وممتنة انه الناس دي هي اللي بتتابعني، انه الفئة دي هي اللي بتتابعني، وانه كمان جيلنا لو العشرينات مثلا، اللي عندهم عشرينات فيما فوق وتلاتينات حتى واربعينات وكده، بس الجيل الصغير اللي طالع ده بدأ يوعى قد ايه الصحة النفسية في مكان محدش يجي جنبه. يعني مقارنة، لو هقارنها بين اي حاجة، فالحبة او الكفة اللي فيها الصحة النفسية هي اللي هتترفع، هي اللي هتطب قصدي. يعني اي حاجة نقارنها بالصحة النفسية هي اللي هتكسب، الصحة النفسية اللي هتكسب. نشتري كل حاجة براحة بالنا. انا جدا فخورة انه انتوا معظمكم في ناس تانية كتبت حاجة برضو، يعني مفيش مشكلة. يعني انا بوضح، انا الفيديو ده طالع فيه بس هوضح. طلعوا قالوا يعني ايه، زي كأنه اهدي وبعدين نتكلم. طيب روقي، طيب بس عشان انتي مضغوطة. طيب بالعكس بالعكس، شوفوا انا مصورة الفيديو ده قبل ما اطلع العمرة بيومين او بيوم واحد، كنت طالعة العمرة بكرة، صورت الفيديو ده بس ما ظبطش معايا لان انفعلت فيه، وانا ما كنتش حابة ابين مشاعر وعواطف قدام الكاميرا واقعد اعمل دراما على اخر فيديو ليا. يعني صورته قبل ما ينزل، انا طلعت عمرة رجب صورته قبل ما ينزل بحوالي 6 شهور. 6 شهور.
فاللي حصل انه انا مصورة الفيديو وانا في كامل روقاني، وانا في كامل اقتناعي بانه مش طالع بايدي حاجة. بالكلام السلبي مالكيش دعوة بالناس اللي بتقولك كلام سلبي. يا جماعة انتوا ما فهمتونيش. التعليقات اللي انا وضحتها في الفيديو كانت كلها تعليقات صح. انا معاهم الصوت وحش، انا معاهم الصوت جدا طالع وحش، وده بسبب الافكتس او الفلترز اللي انا كنت بحطها على الصوت علشان يداري صوت التكييفات او الدوشة او الكلاب او ايا كان. وانا مش ندمانة، بالعكس انا عملت الفيديو وانا مرتاحة، وفعلا قضيت ال3 شهور وكنت هكملهم وخلاص. زي ما قلت لكم انا بحترم جدا الناس اللي تكتب عناوين صح، واحترمت قوي اليوتيوبرز ولا الشيف اي حبيب. انا جدا بحترم اي انسانة جدا راقية وجدا في حالها كده مؤدبة كده بحسها، حتى في مشاكلها الأخير برضو كانت إنسانة مؤدبة وصادقة. فأنا يعني كنت يعني واخداها قدوة إن هي لازم أكون قايلة الحاجة. أنا عادة لما باخد قرار لا باخده في وقت غضب ولا باخده في وقت فرح، لأن القرارين هيكونوا غلط. لو أنا متضايقة وأنا غضبانة وأنا زعلانة أخد قرار، ولا وأنا فرحانة كمان أخد قرار. بالعكس أنا كنت عاملة الفيديو ده وانا مصدقه جدا وراضيه قوي ان ده اخر فيديو، وكنت مش ندمانه 1%. لانه انا جماعه انتوا مش متخيلين المجهود. انتوا لو كنت سمعتوا الفيديو كويس كنتوا تعرفوا ان انا نقلت. انتوا عارفين تكلفه النقل كام؟ عارفين يعني تنقلوا ب4 بيوت؟ عارفين تكلفه يعني العربيه بتاعت النقل لوحدها بتاخد قد كده؟ الناس اللي بييجوا ينقلوا، الشركه اللي بتيجي تنقل، المكان اللي انا بروح الناحيه التانية، الاتفاق مع الناس. بتكلم مع ناس في التليفون، رجاله في التليفون مش عارفين، بيقعدوا يقولوا يا استاذه مش انا مش فاهمه ربع كلام. فانا كنت جدا بعاني جدا. طلع يعني كل اللي طلع بايدي عملته واكتر من كده كمان، يعني انتوا مش متخيلين. والمصاريف اللي انا صرفتها كتيره فوق ما تتخيلوا. فانا الفيديو ده كنت مرتاحة وانا بعمله، كنت رايقة وانا بعمله، بقول اخيرا هخلص من العبء اللي عليا وبعمل الفيديو وبخلص. طيب دي حاجة. تاني حاجة، اخر فيديو نزلته في ناس كتير قالوا لي حرام عليكي افتحي التكييف. يا حبايب قلبي بقول لكم التكييفات الجيران بتعمل دوشة، تكتكة البوتاجاز، تكتكة دي المايك بيلقط كل حاجة. مستحيل اقعد في اوضه فيها مروحه وتكييف بيطلع. لو لقيت فيديو ليا في مروحه او تكييف في البيت اللي قبل ده، كنت بصور في ريسبشن كان واسع، كان في تكييف، فكنت بشغل التكييف. حابه اوريكم الصوت طالع ازاي، يقرف الكلب. مش هتسمعوني، هتسمعوا صوت التكييف. حابه اتكلم في نقطه وهي في الكلام الكبير اللي جالي. انا ما بين اني ابوسكم وما بين اني، طب ليه انتوا ما قلتليش من اول ان انتوا بتحبوني قوي كده؟ انا عاتبان عليكم في حاجه واحده. انا متشكره لما انا بنزل فيديوز انتوا بتكتبوا لي كلام شكلك جميل، انتي اموره ما شاء الله تبارك الله، مش عارفه انتوا بتحننوا عليا والله من ذوقكم، والله من لطفكم، والله انه انا مشاكلي حلو. وانا هوضح لكم ثقتي بنفسي واقعه ازاي في الارض في فيديو لوحده، وازاي حاجات كتيرة قوي حصلت في موضوع الثقة بالنفس ليه علاقة بشكلي. ماشي ده في فيديو تاني لوحده. يا جماعة انا مطلع على فيديو متظبطة، يعني انا دلوقتي في كامل اناقتي، حاطة فول ميك اب يعتبر، يعني حاطة بلاشر، حاطة عدسات عشان اشوف. شفتوا يا جماعة انا دلوقتي في الفجر ولسه في عربيات، طبعا غير المصريين اخواتنا في العراق واخواتنا في الدول التانية كانوا بيقولوا لي هو انتوا ليه عندكم عربيات لحد دلوقتي، وليه عندكم مش عارف ايه، يعني ليه عندكم عربيات لحد دلوقتي، اقصد لحد الساعة دي مش لحد دلوقتي، يعني لحد 2025 لا، يعني ليه عندكم عربيات بالليل اوي كده. الفجر بيأذن هو انا سكت ونسيت كنت بقول ايه حتى، وايه لسه في عربيات. ما عنديش اجابة على السؤال ده، مصر كده ما عنديش ادنى اجابة حرفيا وفعليا.
مصر عندنا الظهر زي الفجر زي العشاء زي المغرب كلهم الصبح، كلنا ملعلطين كلهم بي يعني يعتبروا نهار. فكان ليكم كل الاحترام على انه انتوا بيكون في لطف منكم في الكومنتات، بيكون في لطف منكم في الكلام اللي بتكتبولي تحت الفيديوهات بتاعتي. أمورة، شكلك جميل، مش عارف ايه، كل ده مجاملة لطيفة منكم ولطف جميل منكم، وانا وانتوا عارفين ده. كلها حاجات لذيذة جميلة حلوة. بس انا في ناس دخلت على اخر فيديو كتبت لي انتي احلى ASMR artist في الدنيا، برغم ان دي حتى مجاملة او كلمة طيبة حلوة انا بقبلها منه، بس اكيد لسه عايزة اشتغل على نفسي اكتر ومش قد الكلمة دي، ويعني عشان اوصلها لسه عايزة اشتغل على نفسي، اجيب كاميرا حلوة، اجيب مش عارف ايه، ماشي. ولكن انتوا فاجئتوني، ده اللي انا عايزة اقوله، ده اللي انا جاية هنا عشان اقوله. انا اتفاجئت من كم الكلام اللي جالي. انتي بتجيبي افكار حلوة، انتي مبدعة، انتي مش عارفة ايه، كمية كلام جاتلي. انا لما كنت بدخل انزل فيديو انا شايفة مثلا ان هو مختلف مثلا، والله مغرور بس شايفة مختلف، مفيش حد شفته عامل الفيديو ده مثلا يعني، ملاقيش حد كاتب لي عليه ان هو مختلف. طب فين؟ ملاقيش حد مكتب لي عليه ان هو انتي فعلا جبتي فكرة خارج الصندوق او كده، وانا اكون شغالة على الفكرة عصر دماغي. منها شادية، منها محمود درويش، وردة الجزائرية، والملحن طبعا اللي الحمد لله نسيت اسمه لا ازاي، طبعا العظيم بليغ حمدي. وافكار كتير اوي كنت بشوف ان هي مش موجوده في ASMR او مش منتشره، قلت خلاص خليني كل واحد يكون ليه. انا يعني بحب اوي انه ليه اخد، مع انه مش عيب ومش حرام، واصلا ASMR فيه حاجات زي يعني استنباط كده، زي مثلا brushing your hair، زي مش عارفه مساج يور هير، زي مثلا المساج، وزي الحاجات، يعني ليها حاجات معينة كل القنوات بتعملها. بس أنا عندي قناعة إنه اللي قدامي أو قناة تانية غيري فكرت في فكرة وعملتها، أنا ليه مفكرش أنا كمان في فكرتي؟ فاهمين؟ إنه ليه غيري يبذل مجهود ويفكر وأنا أجي أخد الفكرة على السهل؟ حتى أنا كمان عندي مخ وعندي عقل وأقدر أطلع فكرة، أقدر أطلع فكرة جديدة. ما كنتش بشوف إنه حد بيثني على الفكرة، ما كنتش بشوف. معظم الفيديوهات اللي عملتها كانت شوية يعني مش عارفة، ما كانش فيها الكلام اللي هو اللي يحفزني، ما كان يعني الكلام اللي جالي على آخر فيديو مش مصدقة نفسي. انتوا عارفين انا قضيت احلى نومة نمتها، انا نمت وانا بضحك، يعني انا كنت مبسوطة، انا اتبسطت على الكلام ده، يعني كفيني 3 شهور انبساط، قعدت 3 شهور مبسوطة بيه بجد. بتكلم يعني فعلا الكلام الحلو انتي مختلفة، انتي مبدعة، لا افكارك مختلفة. ده غير DMs على الانستجرام كتير كتبولي، كتير قالولي لا ده انتي ازاي انتي مختلفة ومش عارفة. الكلام اللي جالي اللي هو انا اتصدمت من محبتكم ليا للدرجات دي، اتصدمت ان انتوا شايفيني مختلفة، اتصدمت ان انتوا شايفين المجهود بتاعي، يعني ما كانش موجود في الارض. فانا بس كان يعني اللي هو ما قلتوليش ده من الاول ليه؟ انا والله ما تفهموا غلط، اذا مش حابين الفيديو ما تكتبوش عليه حاجة. يعني مثلا لو مش حابين الفيديو مش بالضرورة ومش شرط ومش اجباري انكم تكتبوا عليه شكلك حلو ولا شكلك جميل ولا مبدعة، لا. انا بقول اذا انتوا لقيتوا فعلا انا عاملة فكرة مختلفة وفعلا شغالة على فكرة وفعلا تعبت على الفكرة، بليز قولولي، عرفوني. انا ورا الكاميرا، انا مش ورا الكاميرا، انا مش قاعدة معاكم، اقولها ازاي، انا مش قاعده معاكم وقت ما بتكونوا بتشوف الفيديو، فانا مش بشوف الفيدباك بتاعكم، فكل ردود الفعل مش الفيدباك، الرياكشن، مش بشوف انتوا. اه
بشوف انتوا اتبسطتوا ولا ما اتبسطتوش، طب ضحكتوا ولا ما ضحكتوش، طب حاجات تيتا دمها خفيف ولا دم تقيل. طب هنا انا فكرت مثلا في فكرة مختلفة، هنا بعت لحبيبي جواب وانا في السبعينات، رأيكم هنا. عمو بيشغل اغاني. هنا كنت مثلا لابسة لبس معين في هند رستم مثلا. يعني كل الفيديوهات دي تاخد يعني مجهود في الفكرة وفي اللبس بكتير من اي حاجة. فانا بلاقي مثلا ردة الفعل ما شاء الله، او انتي جميلة او كده، وده لطف وده جميل وده انا بحبه وده يعني لي، بس يعني لي اكتر واكتر لو انتوا عرفتوني او يعني علقتولي على حاجة تخص المجهود اللي انا بذلاه في الفيديو. فاهمين؟ يعني اذا مثلا لقيتوني بذله مجهود مثلا في الاضاءة او كده، بليز عرفوني ان هو حلو. بذل مجهود في الحوار مثلا، او زي شويكار وفؤاد المهندس لما عملتها بصوت المذيعات بتوع زمان، واحمد زكي وزوجاته وهلا فؤاد وكده. القصص دي برضو عملتها بتون صوت بتاع زمان. فمعظم طبعا في ناس كانت بتاخد بالها وبتكتب لي، انا مش بنكر والله، والله ما تفهموني غلط، انا مش قصدي حاجه، بس انا اقصد اقول انه الكلام الكبير اللي جالي انتي احسن واحده بتاع مش انتي مش عارف ايه انتي، انا ما كنتش متخيله انتوا بتحبوني قوي كده. يعني انا بشوف ما كنتش متصوره انه المجهود اللي انا حاطاه في الافكار بتاعتي المجهود اللي انا حاطاه متشاف. ما كنتش متخيله ده، كنت شايفه انه محدش بيقول لي حاجه على الفكره، طب محدش كتب لي حاجه على الاضاءه، طب محدش كتب لي حاجه على اللبس وقال لي برافو عليكي، مش انه اللبس ده بجيبه اصلا بصعوبه. والباروكات وقصص مثلا زي قصص طويلة زي مثلا عمرو طلبة ودان كوبر، وفي قصص كتيرة بتبقى أصلا أنا كاتبة، وإيلي كوهين كاتبة كتير، وفي الآخر لازم أقسمها لصفحة صفحتين. ما ينفعش أكتب يعني مثلا أنا عملت مثلا سيرش عن دان كوبر واكتب ماشي كل الحاجات اللي طلعت معايا من السيرش، لازم ألخصها، ما ينفعش أقولها كلها في فيديو، برغم ان هو طلع 43 دقيقة جدا كتير، بس برضو ده ملخص لازم اطلعه بورقتين. فانا باخد وقت في التحضير كتير فوق ما تتخيلوا، ومش متضايقة ومش بتقفف وده يعني ده بالاخير هو يعني هقولها ازاي شغفي في الحياة. انا بحب اعمل فيديوهات، فلازم اتابع الفيديوهات اللي انا بعملها، ولازم ما اكررش افكار، ولازم اكون انسانة متجددة، ولازم اقدم فكرة جديدة، مع اني احافظ على ان في ناس لسه بتحب اللي هو معرفش اسمه ايه، بيزك اسمه مش عارفة اسمه ايه بصراحة، يعني الاسمار العادي اللي هو بس اجيب حاجات واتعبنج عليها. بحترم ده، ونويت ان انا مع الرجعة ان شاء الله اقدم قصص واقدم محتوى تاني لو حد بيحب المحتوى التاني ده، او يكون ما بيحبش الحواديت او كده، فهراضي الطرفين. فانا طلبي في الرجوع انه انتوا من فضلكم تقولولي الايه الحلو في الفيديو، يعني اكتبولي كلام بخصوص الفيديو، مش انه انتوا تقولولي بس انه انت جميلة انا بحط ميك اب ربع ساعة قبل الفيديو، يعني مش بيكلفني وقت. اما اللي كلفني فعلا هو الحدوتة. فانا احب لما تسنوا على حاجة انا حطيت فيها مجهود، تقولوا حلوة على حاجة انا فعلا بذلت فيها مجهود، لانه انا اتفاجئت مفاجأة عمري. بقول لكم انا ما نمتش اليوم ده، من طايرة فيها، من كنت نايمة طايرة يعني كنت. وكلكم بشكركم، كلكم واحد واحد. انا يعني اتفاجئت زي ما قلت واتبسطت ب ب ب اولا بالكلام اللي انتوا كتبتوه، ثانيا بالوعي. يعني انا كده فخورة انه في ناس بتتابعني كده وعيها، يعني فاهمين كويس اوي يعني ايه بني ادم يمر بضغوطات، فاهمين يعني ايه صحة نفسية،
وان هي قد ايه مهمه، وان هي لازم ما تتقارنش بحاجه او ما تتحطش قصاد حاجه، هي في حته لوحدها. يعني حسيتكم كبار كده، وحسيتكم ناس حتى لو سنكم صغير، كبار بتفهموا يعني مش انه يعني ريحتوني، مش مضطر اني ابرر كتير. برغم انه كان في ناس بتقول لا انتي بس منفعلة، او يعني مالكيش دعوة بالكومنتات السلبية. يا جماعة في ناس بتكتب كلام لازم اخده بعين الاعتبار. لما حد يقول لي انتي كذا، او يعني انا مفروض اني اكون ذكية كفاية افرق ما بين الناس اللي عايزة تحبطني والناس اللي بتتكلم بجد. يعني لما يكون في حد بينتقدني في خلال يعني من الصوت، لازم اخده بعين الاعتبار. الصوت مش حلو، وانا معايا ان الصوت مش حلو، وقلت لكم بسبب التعديلات اللي انا كنت بعملها على برامج المونتاج عشان اشيل كم الصوت اللي كان حواليا. طيب، فهما دول نقطتين اللي انا قلتهم لحد دلوقتي، انه بليز قولولي اذا في مثلا لو الاضاءة عجبتكم قولولي، والفكرة ما عجبتكوش قولولي على فكرة الاضاءة جدا حلوة في الفيديو، بس الصوت مثلا الحكاية وحشة، او مكرراها انتي، او اي حاجة. يعني الحاجة الحلوة وانا حاطة فيها مجهود عرفوني، انا مش بشوف وشكم وقت ما تكونوا بتتفرجوا على الفيديو، فانا كل اللي اقدر اشوفه هو الكلام اللي بتكتبوه تحت الفيديو، ده اللي بقدر افهم منه انتوا حبيتوا ايه ولا ما حبيتوش ايه. انا عارفه ان في ناس خجوله، انا برضو منكم، مش بحب اكتب لحد بتكسف، بس مش عارفه اذا مش يعني حابه اشوف ان المجهود بتاعي انتوا شفتوه، عشان الحاجات اللي انا ببذل فيها مجهود هي مش شكلي خالص، هي القصه الحدوته، اللي اجيب الفكره ذات نفسها ده وقت كبير. يعني بقعد بص للسقف واقعد اعمل حركات غريبه عشان بس اجيب الفكره. مهم يعني طبعا انا بحاول اني اتكلم بسرعه عشان انا مش عايزه اطول الفيديو ده عليكم، عشان ما يبقاش الفيديو سخيف يعني طويل وكده. بشكركم على دعمكم ليا، وحباكم تدعموني في الحته اللي انا حابه الدعم فيها، اللي هي مش الشكل خالص. كل حاجه تانية غير الشكل. انا عارفه ان هو لطف انك تكتبي البنت، وعلى فكره معظمكم بنات وبحترمكم اوي، وانتوا اللي احلى، وانتوا اللي ورود زي ما انا بكتب لكم، يعني طالعه من قلبي، انتوا ورود فعلا. وشكرا ان انتوا مستلطفيني او بتكتبولي كلام لطيف، ده من ذوقكم والله بجد. بس عندي طولة بال، يعني طولة بال مش ممكن. الوقت اللي انا قضيته فيه، انا ما كانش طالع بيدي حاجة يا جماعة، ما كانش طالع بيدي حاجة، كنت خلصت البيوت لفيت مصر. لا هي القاهرة زحمة، أي أنا من سكان القاهرة، هي القاهرة زحمة. أنا نفسي أزور تونس على فكرة، أنا لأ عايش في تونس، يعني مشكلة تتحل لو رحت في تونس. شعب تونس بينام الساعة 9 بالليل ويصحى الصبح وخلاص، يعني شعب نمط أوروبي. طيب أما احنا صهيرة، احنا يعني كده ملناش كتالوج. الله يحفظ بلادنا وكل البلدان يا رب العربية. تاني حاجة خلتني اخد القرار ده هو انه ماما ما هنش عليها، حبيبتي بشكرها جدا، ما هنش عليها انه انا يعني اتضايق وكده، وكان متضايق على مجهودي اللي انا حطيته، فقالت لي لا انا هنعمل اخر محاولة. فطبعا احنا كنا بذلنا مجهود كبير قوي قوي قوي، والشقة دي هي الشقة اللي انا هقعد فيها، مش هنتنقل من شقة تانية عشان عندنا أزمة إيجارات. شركة جدا بروفيشنال في موضوع الاستوديو، جدا كويسين معايا، وهم اقترحوا عليا ان هم يعملوا لي كذا ومش عارفين. وبعدين بعد 3 ايام او يومين انا قلت لهم ان دي الاوضه اللي انا ساكنه فيها، يعني ساكنه ايه، عايشه فيها. فقالوا لي لا ما ينفعش، هتتخنقي، هتموتي، هتفطسي، لازم الاستوديو يكون
في اوضه غير اللي انتي هتعيشي فيها، يعني مش الاوضه اللي هتنامي وتاكلي وتشربي وتنامي فيها هي الاوضه اللي يكون فيها استوديو. لا ما ينفعش، يعني صحيا ما ينفعش. لازم يكون ليكي اوضه تانية غير الاوضه دي، وده مش متاح عندي. مش متاح ان انا يكون ليا اوضه عاديه بتاعتي فيها دولابي وفيها سريري، واوضه تانية فيها استوديو. الاوضه اللي انا قاعده فيها دي هي اللي فيها دولابي وهي اللي فيها سريري، اوضه عاديه، اوضتي بتاعه الحياه. يمكن بيت اللي قبل ده كان واسع شويه، فكان ممكن اعمل اوضه استوديو، بس البيت ده لا، ما عنديش امكانيه ان انا اتنقل لاوضه تانية واعمل فقط اوضه دي ان انا اصور فيها. ففكره الاستوديو ما نفعتش معايا خالص خالص خالص، مع ان الشركه دي انا كنت جدا متحمسه لها. هي ما كانتش رخيصه ابدا، بس كانت يعني الناس كلها كانوا جدا بيشكروا فيها، وهو كمان كان متصور مع شخصيه مشهوره ومش عارف ايه، فانا كنت متحمسه لهم جدا، بس راح الحماس. المهم اللي حصل انه احنا عملنا حاجه تانية. يعني انا دلوقتي عامله الحاجه التانية دي وداخل منها صوت العربيات. ده مش هيفهموا غير ايه برضو المصريين اللي عايشين في مصر، اللي عارفين يعني ايه شارع عمومي، يعني ما بيسكتش. شارع عمومي يعني ما بيسكتش. فالحاجة اللي انا حابة اقولها انه ده خد ماما، يعني حبيبة قلبي، هي اللي كلفت بكل المصاريف صراحة. انا دفعت جزء صغير جدا وهي دفعت الجزء الاكبر. عملت لي حاجة. هي برضو كلمنا شركة جدا 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 كانت كويسة وسمعتها سابقاها، يعني زي ما بيقولوا، وجم وعملوا لنا الحاجة التانية دي او الحل التاني ده، وهدينا الحيطة ومهرنا وعملنا حطينا مجهود رهيب. حتى انتوا دلوقتي لسه هتشوفوا انه في لسه اسمها ايه معجنة، يعني نعجن بعدين نبيض مرة تانية بعد المحارة، عشان احنا يعني هدينا ومحرنا ومش عارف ايه، وركبنا سيراميك وحاجات. فبشكرها قوي خلال هذا الفيديو، بقولها شكرا انك ساعدتيني، وبقول لكم انه انا دلوقتي عملت الحل ده وهو اخر حل. فاذا هيطلع صوت مش عارفة، يعني مش حابة اقول الكلمة دي، بس ده هيكون كل اللي انا اقدر اعمله. فمن فضلكم محدش يقول الصوت وحش، عشان انا ما عنديش حل، ما عنديش حلول. يعني اذا انتوا مش حابين الصوت بتاع الفيديوهات بتاعتي، في قنوات صوتها 100% انا ذات نفسي بتفرج عليهم وصوتي يجنن والفيديو يجنن وهادي ورائع. اما ده صوت فيديوهاتي انا، قناتي مش بروفيشنال وتحفة، قناتي بسيطة متواضعة بسيطة. قناتي مش الصوت احسن حاجة والكاميرا احسن حاجة والمايك احسن، لا، هو القناة بتاعتي قناة بس بسيطة، وانا بعترف بده ومرتاحة مع ده، ومعنديش حاجة اقدمها تاني. انا كده حطيت فلوس كتير قوي وحطيت مجهود كتير قوي وحطيت تفكير كتير قوي. طب هنعمل ايه؟ طب هنروح فين؟ وكلمنا شركات كتير قوي قوي قوي. فيعني كل واحد بيكون متوفى في حاجة ومش متوفى في حاجة. يمكن انا مش متوفقة من موضوع البيوت اللي على الشارع، يعني ما توفقتش، بسكن على الشارع العمومي شو يعني، وده مشكلة يعني شوية. فبس انا حبيت اني اوضح النقطة دي، لانه انا دلوقتي رجعت بسبب كلامكم الجميل المفاجئ بالنسبة لي. والله يعني اذا اقول لكم قد ايه اتفاجئت مش هتصدقوا، فرفح قلبي. ما كنتش مصدقه بجد انه انتوا شايفيني كده، ما كنتش ولا عمري كنت اتصور. الحاجه التانية هو انه انا حليت مشكله الصوت بنسبه 70%. بصراحه انا اقدر اقول عليها 70%. حاسه اني بتكلم بسرعه بس مش حابه اطول. اصلا في الفتره بتاعت اللي انا غبت فيها يعني دي، كان طبعا يعني حصلت حاجات. توفى أنس الشريف الله يرحمه ويحسن إليه، فكانت نفسيتي زي النيلة، يعني ما كانش ليا نفسي أرجع، زهقت. وطبعا توفت دعاء ضد ASMR.
كنت بقول لها دودة ASMR، وكانت بتقعد تقول لي دودة دي، الله يرحمها ويحسن اليها. طبعا يعني كمية المفاجأة اللي انتوا خدتوها واحنا خدناها لا توصف. في وقت وفاتها هي لما لقيتني بنزل اخر فيديو ليا قالت لي ليه ومجهودك ومش عارفه ايه، وكلمتني. انا طبعا عشان يعني مبحبش اتكلم عن حد وهو متوفي بلسانه. انا وهي ما كناش صحاب قوي، انا وهي كنا على تواصل، اقدر اقول مش حابه اقول ان احنا كنا صحاب وهي تتضايق يعني تقول لي لا انتي ما كنتش صاحبتي ما تتبليش عليا. فانا مش يعني انا وهي كنا على تواصل وعلى تواصل حلو كمان. الله يرحمها كانت جدا طيبة، وانا الى الان مش مصدقه ان هي توفت، وما بفتحش فويس هي كانت بعدها، ما بقربش، ما بقربش والله. بل مش عارفه ليه الانستجرام بيجيلي ان هي لايف والله يعني، معلق باين او حاجه. طبعا وفاتها كانت صدمه يعني. اللهم اجرنا موت الفجأة وموت الغفلة لينا وليكم وللسامعين، ويصبر اهلها ويرحمها. كلمتني قالت لي ليه اخر فيديو انت هتضيع مجهودك ومش عارف ايه وكده. قالت لي فانا قلت لها لا يا دعاء انا ما عنديش حاجه اقدمها في موضوع الصوت، انا حليت وطلع عيني ومش عارفه كنت بتكلم براحتي. انا تعبت وكده قوي في الموضوع ده والموضوع كلفني كتير والموضوع خد مني كتير ومش عارفه ايه. فهي كانت في عزا جدتها، كلنا جنازات مؤجله شفتوا. فكلمتني من عزا جدتها قالت لي انه يعني تعالي بيت جدتي، هي خلاص اتوفت وهو البيت هادي جدا. انا قلت لها كتر خيرك وشكرتها ومش عارف ايه. الله يرحمها كانت انسانه طيبه وكانت انسانه عشريه، وهي اللي دخلت كلمتني اول مره قالت لي انت عارفاني، قلت لها طبعا انا عارفاكي وكده بس انا بتكسف ادخل اكلم حد وكده. قالت لي وانا كمان والله بس انا عشريه ومش عارفه ايه. كانت جدا دمها خفيف ولذيذه وروحها حلوه، واحنا على قد ما كناش بنتكلم كتير مع بعض على قد ما برضو كنا بنتكلم يعني. المهم في يوم لما عرفت ان هي توفت الله يرحمها، كان انا السنترال اللي حصل فيه الحريقة عندنا، برضو المصريين هيبقوا عارفين السنترال اتحرق، فالنت قطع عن محافظة القاهرة باين ومناطق من الجيزة مش عارفة. المهم يعني احنا من الناس اللي النت قطع عندنا، والحمد لله ان هو قطع، يعني الحمد لله ان هو قطع. حصل عندنا بعدها بيومين قبل ما اعرف ان هي توفت ماس كهربائي في البيت، بعد الشر عن قلبكم وعن قلب السامعين. وده مش اول ماس كهربائي يحصل، حصل قبل كده في البيت القديم ماس كهربائي، ولبسنا جري ونزلنا لقينا كهربا بتفرقع في كل حتة، ونزلنا لقينا احنا والعمارة اللي جنبينا والعمارة اللي جنبينا كلهم عندهم ماس كهربائي برضو. بس اللهم الحمد لله يعني احنا خرجنا كلنا سلام. بس البيت العمارة كلها مش عارفة 14-15 دور كله الأجهزة بتاعته باظت، الديب فريزر والشاشة والراوتر والمش عارف ايه فرقع كل الأجهزة. الأجهزة باظت والتلاجات وكله. المهم يعني الماس صعب اللهم احفظنا. وانتقلنا مش انتقلنا بيتنا يوم في بيت تيتا الله يرحمها. بيتنا يوم في بيت تيتا، وبعدين روحت البيت ونمت لاني ما نمتش في اليوم ده، كان يوم صعب علينا قوي. ويس بفتح الموبايل شفت خبر وفاتها. فأول ما شفت الخبر يعني ايه كأنه هي كانت كاتبة دعاء. قلت لا مش دعاء محمود، مين دعاء محمود؟ انا عارفة اسمها دودة. فكده بيني وبين نفسي كده، بعدين راحت كملت واسم قناتها دودة ASMR. هنا انا يعني مش يعني شوفت السقف ارض والارض سقف يعني ما تخيلتش ان هي تموت يعني. بنت في سني يعتبر
يعتبر اكبر مني بشويه، بس يعني في سني في العشرينات هي. وكنا بنكلم بعض، وكنا يعني عيطت عياط، وكلكم انا متأكدة ان انتوا تأثرتوا. جريت على صديقتها اللي كانت بتحكيلي عليها برضو، هي عندها قناة باليوتيوب اسمها ندى. اول واحدة جريت عليها قلت لها ندى انا عارفة اني اول مرة اكلمك، بس انا بيقولوا لي دعاء توفت. فقالت لي دنيا 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 والله. وبعد شوية أنس الشريف توفى، فكانت أصلا الفترة اللي أنا مكنتش موجودة فيها أساسا. أنا لو كنت موجودة عمري ما كنت هقدر أنزل فيديوهات بالنفسية دي. يعني أنا حتى دلوقتي مش عارفة، يعني مش حابة أضايقكم يعني وأتأثر وكده، مش بحب. بس وقتها وقت ما خدت الخبر بتاعها ما كنتش مصدقة يعني. وكنت بقى بفكر ادخل بقى اكتب لها هو يعني ازاي، بس ما قربتش على الشات بيني وبينها، ما قربتش على الكلام بيني وبينها خالص. عارفين ايه اكتر حاجه مزعلاني؟ ان هي كانت بتحكي لي عن طموحاتها، وان هي كانت بتحكي لي انه عايزين بقى هو قناتنا هتكبر امتى، اقول لها ان شاء الله، وهي تقول لي لا ان شاء الله، ده انا بحب قناتك قوي ومش عارف ايه. ودايما كنا لما يعني الفترة الصغيرة اللي كنا بنتكلم فيها كنا دايما نحلم مع بعض انه لا قناتنا هتكبر، وان هي تقول لي ان هي كان نفسها تجيب ازاز قاتم للصوت. فكان نفسها تجيب ازاز قاتم للصوت، وتقول لي انا هجيب بقى، وهيبقى الكواليتي بتاعت الصوت بتاعتي كويسة ومش عارف ايه. فضايقت ان هي ماتت في نص الطريق، يعني يعتبر كانت لسه في نص الحلم وتوفت الله يرحمها. فضايقت جدا، يعني خدت على خاطري من القدر ان هي يعني ماتت في نص الطريق. والله ضايقت قوي بقى، صدمة محترمة والله. فايه يعني زعلت بقى، زعلت جدا ان هي محققتش اللي هي كانت عايزاه. زعلت ان هي قناتها لسه ما كبرتش، مش عارفة، كنت حاسة انه لسه للحلم بقية. فاهمين لما يكون لسه للحلم بقية وهي تروح من نص الطريق. استغفر الله العظيم، وكل شيء بميعاد. بس يعني لما بفتكر كلامها دايما كانت بتبعتلي فوزات، لما بفتكر كلامها بتضايق يا اخو، يعني بتقبض ان هي يعني زي يعتبر يعني العمر بيد الله، كل واحد ليه ميعاده. بس يعني هي زي حرفيا وفعليا، يعني كانت لسه بتحلم ولسه وهغير وهجيب اضاءات جديدة وهعمل مش عارف ايه وهجيب ايه. يعني كانت عندها افكار وكانت عايزة تشتغل على نفسها بصراحة. كانت انسانة طيبة، كانت انسانة كويسة، والمدة الصغيرة اللي احنا كلمنا بعض فيها كانت جدا لطيفة وكانت جدا كويسة معايا. و ما لحقتش تكمل الحلم بتاعها. انا كان نفسي ان هي تكمل الحلم بتاعها، والله العظيم انا كنت بدعي لها ان هي تكمل الحلم بتاعها، وانه هي ربنا يشفيها. حتى انا اول يومين مبقتش عارفه اقول ربنا يرحمها، لان انا متعوده اقول ربنا يشفيها، وما كانش عندي اي علم باي حاجه. وهي كانت بتقولي انا نفسي اجيلك بس عشان موضوع رجلي، وانا ولا سالتها ولا عرفت غير بعد ما توفت الله يرحمها، ولا كنت بسالها. انا يعني متعوده طالما اللي قدامي ما قاليش انا مش هساله، مش هحرجه واساله. الله يرحمها ويصبر اهلها، وانا بدعيلها يوميا. كانت موتها فجعة كبيرة والله. إيه بعزيكوا فيها لان انتوا كنتوا بتحبوها يمكن، يعني كانت هي محبوبة جدا جدا، كل كان بيحبها الحمد لله. إيه يعني لما بتخيل ان احنا كلنا هنموت وهيجي شخص زي يتكلم في فيديو طويل عريض ويذكرنا في اخر 5 دقايق، يعني زعلانة من نفسي ان انا ذكرتها في اخر الفيديو، وفي نفس الوقت اللي هو طب انا هعمل ايه، ما هو مفيش حاجة بترجع.
الرابعة دول. يعني انا كمان لو مت بيطلع حد يقول الله يرحم فلانة ويذكرني، يعني فاهمين ازاي؟ يعني لان هي جدا في سني، يعني هي جدا شبهي وفي سني وبتقدم نفس المحتوى، فاهمين؟ فاللي هو بيبقى الانسان بيفكر في انه حتى انا كمان بيجيلي وقت وبيقولوا في اخر كده خالص ربنا يرحم فلانة في اخر